السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بصحة وخير. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم صينية وراك بالبصل والخضار في الفرن بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة. وعملت معاها زي ما انتم شايفين حبة رز بالشعرية، طريقة سهلة وسريعة وبسيطة، مش تاخد معاكي لا وقت ولا مجهود. وكمان موفرة وسريعة وبتنجز وطعمها جميل جدا جدا وريحتها أجمل وطعمها تحفة جدا، هتعجب الأولاد. قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا، يا ريت لو كنتوا اول مره تشوفوا قناتي يا ريت تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انزله، وتقولوا رايكم فيه ايه وتشجعوني وتدعموني انزل لكم فيديوهات تانية كتير كتير كتير. يلا نسمي الله. وزي ما انتوا شايفين قدامكم انا معايا وراك غسلتها كويس قوي بالليمون والملح والطحينه وحبه كده جنزبيل، ونقعتها فيها شويه وبعد كده شطفتها وشرختها زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. انت عايزه تستبدلي الوراك بفرخه كامله براحتك، عايزه تخليها وراك. انا الاولاد بيحبوا الوراك فانا جبت وراك وايه، زي ما انتم شايفين كده قدامكم على حسب عدد افراد الاسره برضو. ومعايا بصل وبصلتين كبار، ومعايا التوابل زي ما انتم شايفين بتاعتي، توابل لحمه وكاري وكركم وبصل بودر وكزبره وحبه ملح وفلفل اسود وتوابل زعتر وتوابل فراخ وبابريكا وورق لورا ومرقه وحبة حبهان. والخضار زي ما انتم شايفين عندي جزر وبطاطس، جزر قصدي وكوسة وطماطم وفلفل. عايز تحطي بطاطس بس ما تحطيهاش في الاول كده عشان ما تتهريش معاكي، او تقطعيها مكعبات كبيرة قوي. انا حطيت الكوسة عشان الاولاد مش بيحبوا الكوسة ياكلوها، فانا بحطها في وسط التتبيلة. بياكلوها ويستفيدوا منها ومش بياخدوا بالهم انها موجودة. اي خضار عندك مش بياكلوه الاولاد حطيه في الصينية. حطيت كل الخضار زي ما انتم شايفين. كانت الصلصة متجمدة شوية فهسيبها على جنب لحد ما يعني تفك معايا، وحطيت منها معلقة كبيرة وحطيت كل الخضار وحطيت نص معلقة، نص يعني مكعب من المرقة. لو عندك مرقة فورية هتبقى برضو أحسن، أنا ما كانش متوفر عندي فحطيت نص مكعب مرقة. زي ما انتم شايفين هدعك الخضار ده كله كده مع بعضه علشان التوابل تدخل فيه، بصوا. وكمان علشان البصل والخضار يعني ما يبقاش ناشفة كده معايا، تبقى طرية ويدخل برضو ويتشرب من التوابل واللي انا حاطاه. همسك بقى ورك ورك زي ما انتم شايفين كده وادلكه كويس قوي بالتوابل من تحت الجلد وفوق الجلد ومن ورا ومن قدام، ونعمل له بقى مساج كده الورك بحيث يدخل فيه كل التتبيله ويبقى متبل من كل الجهات. وبرده بعد ما هحطه في الصينيه هحط فوقيه حبه من الخضار. بصوا انا بوريكم ان حتى اللي انا شرخته حطيت فوقيه من الخضار. هعمل برضو الكمية دي كلها هنا في الصينية، وبعد ما ادلك كل ورك كده زي ما انتم شايفين احطهم واحط فوقيهم كمان من الخضار اللي عندي. زي ما قلت لك عايزه تحطي بطاطس حطي، بس ما تبقاش يا اما تبقى هتحطيها من الاول، يا اما تبقى مكعبات تخينه، يا اما تبقى يعني قبل ما تستوي شويه البطاطس. تحطهاش من الاول عشان ما تتهريش معايا وتدوب خالص وتبقى مش موجوده يعني، تدوب خالص في الصينيه يعني. طريقه سهله وبسيطه وسريعه للفراخ. عايزه تستبدلي الفراخ الوراك بفرخه كامله مفيش مشكله، بصدور برضه مفيش مشكله، حسب ما انتي بتحبوا في البيت. دي تتبيله حلوه قوي تنفع لكل يعني الفراخ، يعني سواء كانت وراك او صدور او فرخه كامله. هتعملي الفرخة كاملة هتفتحيها وتتبليها برضو نفس الحكاية كده وتحطيها في الصينية وتتبليها كويس قوي كده برضو. عملت الكمية دي كلها وبعد كده هحط عليها يعني حاجة بسيطة كده من الزيت، رشة بسيطة كده من الزيت، ومش هنحط مية ولا أي حاجة، هي كده كده بتنزل ميتها الفراخ وإيه وبتشربها تاني. هغطي عليها بورق فويل، بس الأول هديها غلوة على البوتاجاز وأكون مشغلة الفرن من قبلها، وبعد كده أحطها تاخد لها ساعة كده في الفرن. بعد كده أحوش الورق الفويل افتحي لها الشوايه لو احتاجت تبقى وشها يتحمر، لو ما احتاجتش خلاص. بصراحه ما خدتش معايا لا وقت ولا مجهود، وعملت شويه رز بشعريه جنبها، حبه تعملي مكرونه حبه تسيبيها كده وتاكلوها كده يعني بالعيش. بصوا شكلها حلو جدا وريحتها حلوه قوي قوي وطعمها اجمل واجمل بقى. بصوا كمان الصوص والخضار من تحت والفرخه ما شاء الله عليها يعني دايبه دوب،
حلوه قوي، ما خدتش معايا لا وقت ولا مجهود ولا اي حاجه، ويا دوبك عملتها وحطيتها في الفرن واستوت. ما يعني دي بتنجز بصراحه. يا رب تكون النهارده الوصفه عجبتكم واستفدتوا منها. يا ريت تجربوها وتقولي رايكم ايه، وسيبوا لي كومنت في التعليقات يشجعني انزل لكم فيديوهات تانية كتير كتير. ويا ريت لو ما كنتوش اشتركتوا في القناه، يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد شجعوني وتدعموني، وسيبوا لي كومنت يشجعني انزل لكم فيديوهات تانية كتير. شكرا ليكم وشكرا لمشاهدتكم للفيديو. مع السلامه.